وبعد ما نخلص الهيت سينك والهيت بايب بتاعت الكارت هنبدا نبص على مراوح الكارت ونبدا نلف مراوح الكارت بايدينا ونشوفها اذا كانت بتلف بسلاسه ولا المراوح تقيله، ونلف كل المراوح. الكارت لو ب3 مراوح بمروحتين بمروحه واحده نبدا نتشيك على المروحه ونشوفها بتلف بسلاسه معانا ولا المروحه تقيله وفيها مشكله. وتبدا تمسك المروحه من الجنبين كده تضغط عليها ضغطه بسيطه وتشوفها هل المروحه بتتحرك معاك ولا ثابته في مكانها. هنا لو بتتحرك معاك يبقى المروحه دي فيها مشكله، انما لو ثابته المروحه على الموتور بتاعها كويس وبتلف معاك كويس وما بتتلخلخش بمعنى اصح او بتتهز معاك يبقى كده المروحه دي كويسه. اما لو لقيت المروحه بتتلخلخ معاك ومش ثابته في مكانها يبقى كده المروحه بتاعت الكارت فيها مشكله، ودي هتاثر معاك في حراره الكارت وهيبقى عمرها الافتراضي قصير، وممكن على بال ما تروح بالكارت اصلا وتيجي تعمل تيست في البيت او بعد يومين شغل تلاقي المروحه دي وقفت خالص ومحتاجه انها تتغير. اما لو لقيت المروحه بقى بتلف معاك بسلاسه وثابته في مكانها وكويسه وبتلف معاك كده بسلاسه وما بتقفش على طول يبقى كده تمام المروحه. وهننتقل للخطوه اللي بعد كده وهي اننا نبدا نفحص البي سي بي بتاعت الكارت او البورده بتاعت الكارت. وهنا الكارت لو واخد هنا باك بليد زي دي هنبدا نبص من بين الهيت سينك على البورده بتاعت الكارت ونشوف اي اجزاء في البورده لونها اصفر. لو في اي جزء لون اصفر ده ناتج عن درجه حراره عاليه على الكارت ده وتبريده ما كانش كويس. طبعا واحنا بنفحص البي سي بي بتاعت الكارت او بورده الكارت لازم ناخد بالنا من الجزء ده قوي، البي سي اي انترفيس اللي بيركب عندنا في البورده في مدخل البي سي اي، وهنا لازم ناخد بالنا منه كويس او نشيك عليه كويس لان ممكن تلاقي في الجزء ده كده في اثار لحروق، بيبقى مثلا الكارت ده فيه مشكله، ممكن تلاقي سنه طايره من السنون دي، ممكن تلاقي سنه ناقصه من السنون دي، لازم تاخد بالك منه او الجزء ده. وفي نفس الوقت في كروت زي كروت الفئه العاليه زي مثلا الاربعينات، الكروت دي كانت من وزنها كانت الجزء ده بيتكسر في الكارت وبيتشرخ، وبدات تظهر مشاكل دي وهتلاقي منها كتير او موجود على النت. الجزء ده مكسور ومشروخ، بعض كروت اسوس بدا يظهر فيها المشكله دي بسبب ان الكارت كان وزنه تقيل، وبمجرد ان هو ركب في الكيسه الحمل كله كان بيبقى على الكارت من هنا، وبسبب ان هو بسبب وزنه الجزء ده كان بيتكسر وبيتشرخ. فلازم تشيك قوي على الجزء ده وتشوف اذا كان في اثار شرخه عشان ما تلبسش في كارت يكون مكسور قبل كده او مشروخ وملحوم او معمول له دعامه ومش باين. لازم تاخد بالك من الجزء ده قوي.